اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من الكوره مع اسر. زي ما انتم شايفين النهارده اللوكيشن مختلف عشان بدانا نشتغل على الاستوديو الجديد وان شاء الله اللي يخلص قريب. ومعلش برضو لو في ايكو في الصوت لغايه ما نظبط الدنيا ان شاء الله. ويلا بينا بقى نخش بسرعه في حوار الحلقه. والبدايه مع ليفربول اللي دخل الماتش ده ب 4-3-3. تشكيلته كده ما فيهاش اي حاجه تلفت النظر غير هي مجرد وجود فابينو. ليه هو بدا بفابينو؟ لان لوفرين مصاب وفان دايك عنده عقوبه، فما عندوش اي حلول او اي اقتراحات غير انه لازم يبدا بفابينو، يعني مضطر. ليفربول زي ما احنا عارفين من ضمن اسلحته الفتاكه وفلسفه يورجن كلوب اللي بيحب يلعب عليها قوي هي الضغط، والضغط الشديد، لانه كده يعني بيمنع الخصم انه يطلع من نص ملعبه او ينقل كوره. فكان منظر ليفربول في الرسم التكتيكي لحاله الضغط بتاعته كانت كده. صلاح كان كده، فيرمينيو طبعا، صلاح وفيرمينيو واخدين هما الاثنين الجنب، وفينالدوم بيضم مع صلاح كده يعملوا جهه حلوه قوي، وكيتا وماني بيضم يعملوا الناحيه حلوه قوي. فكان تقريبا الناحيه دي كده، والناحيه الثانيه تقريبا كان برده ماني وكيتا عاملين جهه حلوه قوي برده في الضغط، كانت بالمنظر ده. فكان ليفربول عارف يضغط بايرن ميونخ، والدليل على كده ان مانويل نوير حارس بايرن ميونخ لمس الكوره 70 مره طول الماتش، اكتر من لعيبه بتلعب جوه الماتش، اكتر من كيميتش اللي لمسها 61، واكتر من خيمس رودريجز اللي لمسها تقريبا من 42 ل 43 مره. متخيلين حجم ان الحارس مر بين 70 مره؟ ده يدل على مدى الضغط ومدى نجاح فلسفه يورجن كلوب اللي كان عايز يطبقها. بس انا ليه عتاب على الصراحه كام حركه كده من ليفربول وكام نقطه سلبيه هنقولها مع بعض. اول نقطه عدم ترجمه الهجمات اللي بتيجي الاهداف، زي كوره ماني تقريبا جات له كذا كوره وكذا حركه كان تقريبا قدام الجون، بس عنده سوء القرار، اتخاذ القرار في الوقت المناسب، بيفكر تفكيرين فان هو بيتشتت فما بيعرفش يعمل حاجه، وبطئه في التفكير. ماني لعيب سريع ولاعيب مهاري بس سوء اتخاذ القرار، وان هو اناني شويه بصراحه. تاني نقطه، انت عندك حارس زي إليسون على قد ما هو حارس كبير وحارس من احسن حراس العالم، على قد ما هو بيرتبك في المباريات الكبيره وساعات بيضرب لبخه كده، يعني بيفكر برضو تفكيرين فبيتشتت، فممكن يعمل اخطاء ساذجه واخطاء كارثه ما تطلعش من حارس صغير، ودي ساعات بتحصل مع إليسون. نروح للنقطة الثالثة، هي تبديل فيرمينو. انت ليه طلعت روبرتو فيرمينو وقمت منزل اوريجي؟ انت كده قيدت صلاح وماني انك لازم الاثنين يلعبوا على الوينج، لان اهمية فيرمينو على قد ما هو مهم كسترايكر، هو اهم في وجوده التكتيكي لمحمد صلاح وماني. انت مش مجرد طلعت لاعب، انت كده قضيت على الثلاثي الهجومي، لان فيرمينو اهميته انه بيرجع عنده حرية الحركة، انه يستلم ممكن من خط النص ويفضي مساحات لماني ومحمد صلاح، ولاحظناها في الكورة اللي محمد صلاح قطم فيها لجوه بقى ما بين قلبي دفاع بايرن ميونخ، واستلمها وقام ضاربها بسن الجزمة بس ما مشيتش معاه، قمت منزل اوريجي، قيدت محمد صلاح وماني. نروح بقى للنقطه الرابعه، بطء التبديلات. انت ليه ما نزلتش شاكيري وقمت منزل ميلنر متاخر؟ شاكيري على قد ما هو لعيب مهم جدا وقصير وعنده قوه جسمانيه وقوه تصويب وفي لينك بينه وبين محمد صلاح، انت ما نزلتوش، كان ممكن يفيدك ويجيب جون او على الاقل هيحسن الشكل الهجومي شويه لليفربول، لما انت فضلت راكنه ليه؟ ما اعرفش، حاجه ما تخشش في العقل. نشوف بقى الناحيه الثانيه، بايرن ميونخ دخل الماتش بتشكيله 4-3-3 ما فيهاش اي مفاجآت والتشكيله المتوقعه. بايرن ميونخ بدا الماتش باستحواذ طبيعي جدا عشان يسحب الضغط والجو اللي هو المشحون ده بتاع ليفربول، فتقريبا خلص الشوط الاول 60% استحواذ ليه. بس في كام نقطه كده ايجابيه جدا عند بايرن ميونخ لازم نتكلم عنها. اولا وجود كل من كومان ووجود جنابري، الاثنين دول مفاتيح لعب جامده جدا، دفاع وهجوم. ليه الدفاع؟ عشان قدروا يوقفوا خطوره صلاح وماني، وقدروا يحدوا من صعود روبرتسون وارنولد عند ليفربول اللي بيعتبروا من اهم نقط القوه عند ليفربول. عشان كده ليفربول كان تقريبا مشلول. ده يدل ان المدرب كافيتش مذاكر كويس قوي مفاتيح لعب ليفربول. وفي برضه نقطه تانية لازم نشيد كل الشيد ونرفع له القبعه، خافي مارتينيز على اللي هو عمله في الماتش ده. خافي مارتينيز كان تقريبا قاطعها ميه ونور على ليفربول، مش سايب حد يتهنى بالكوره. وجود خافي مارتينيز كان فارق جدا جدا جدا. نقطه كمان وجود خيمس رودريجيز كان سيء جدا، تقريبا ما لمس زي ما انا قلت غير 43 كوره او 42 كوره طول الماتش. يا راجل ده نوير لامس اكتر منه وانت لعيب خط نص. خيمس رودريجيز من اللعيبه المهاريه، من اللعيبه اللي هو فنان في الملعب، يمزكك كده وانت بتلعب، انما مش لعيب لا التحامات ولا خشونه ولا يخش يكعبل ده ويقع ويعمل. خيمس رودريجيز مش بتاع الكلام ده. عشان كده اعتقد دور خيمس رودريجيز في ماتش العوده هيبقى احسن بكتير، والماتش يخلص 0-0. من المتوقع ان احنا هنشوف ماتش ولا اروع على ملعب بايرن ميونخ.
في مباراه العوده. في نفس الوقت اللي كانت بتلعب فيه ليفربول وبايرن ميونخ كان فرنسا فيها ماتش ما بين برشلونه واولمبياك ليون. الصراحه ما اكدبش عليكم انا ما اتفرجتش على الماتش، وتقريبا معظم الناس ما اتفرجتش على الماتش، ان كان كله بيتفرج على ليفربول وبايرن ميونخ، ده حتى القهاوي شغالين ابو صلاح، ما حدش شاف برشلونه غير جمهور برشلونه. لكن اللي انا سمعته واللي انا قريته واللي اصحابي البرشلونيين قالوا ان برشلونه بدات بضغط، اولمبياك ليون تقريبا كان بيلعب بجدار دفاعي لغايه وكان تايه خالص ليون في خط النص، وبرشلونه كانت ماسكه هي الماتش لغايه ما ليون ابتدى يستعيد عافيته شويه في خط النص وينقل ويسلم ويستلم ويلعب بينيات. واعتقد ان كان نقط الضعف الموجوده هو اداء لويس سواريز وتبديلات فالفيردي. ده كل اللي انا اقدر اقوله، ما اقدرش اتعمق اكتر من كده في حاجه انا ما شفتهاش. نروح بقى للماتش الثاني، اتلتيكو ويوفنتوس. كل اللي ممكن نلخصه فيه انه كان عباره ماتش تكسير عظام ما بين اتلتيكو ويوفنتوس، لان اتلتيكو هو اللي دخل الماتش صح وعرف يلعب صح. سيميوني دخل الماتش ب5 لعيبه تقريبا في خط النص مقابل 3 لعيبه ليوفنتوس، فكانت الاكتريه وانك تكسب خط النص يبقى عندك في الزياده العدديه ده يكسبك ماتش. يوفنتوس كان سيء جدا في خط النص، تقريبا كان بيلعب 3 لعيبه زي ما قلت في خط النص، وانك تفقد السيطره تماما على خط النص يعني انت تقريبا خسرت الماتش بنسبه 75%. دي كانت اول نقطه تفوق فيها سيميوني على إليجري. تاني نقطه وجود دياجو كوستا. ليه هو بدا بدياجو كوستا رغم ان كوستا مش في احسن احواله؟ لان كوستا هيفيده في الكرات العاليه اللي هو كان بادئ الشوط الاول عليها. كنا لاحظنا دايما بدايه هجمه اتلتيكو مدريد هي اوبلا، يلعب كره عاليه جدا لدياجو كوستا يحاول هو يتعامل معاها بقوته والتحاماته وخشونته. مع كيليني وبونوتشي كان بيعرف يتعامل مع الكور العاليه، وده اللي كان سيميوني عايزه الشوط الاول، انه يبقى متحفظ شويه لغايه ما ارهق لعيبه يوفنتوس في الشوط الثاني وقام منزل لهم موراتا اللي تبديل في منتهى الذكاء، اللي موراتا اللي عمل حيويه وارهق اكتر مدافعين يوفنتوس وشغلهم شويه انهم عايزين يسيطروا على سرعه موراتا. اعتقد ان سيميوني لعب الماتش ده بمعلمه بصراحه عاليه جدا، ويوفنتوس لعب الماتش ده وحش قوي. ليه وحش؟ لان يوفنتوس طول الماتش داخل عايز يحافظ ويخلص الماتش 0-0. انت فرقه كبيره ودافع قد كده في الصيف عشان تاخد دوري ابطال اوروبا، وجايب كريستيانو اللي هو هداف التاريخي للبطوله اصلا، وفي الاخر ما تسجلش. مش منطق ان يوفنتوس ينزل متحفظ قوي كده. انزل متحفظ ماشي، بس ما تنزلش متحفظ قوي كده. وكمان الارهاق اللي عند اللعيبه باين قوي في الشوط الثاني. يوفنتوس اتضرب تماما، ما كانش فيه يوفنتوس تقريبا. ما اعتقدش ان انت كده مدرب عايز تاخد بطوله مع يوفنتوس، واقوى بطوله اللي انت بتراهن عليها بقالك كتير. حاجه مش منطقيه ليوفنتوس تماما. كان طبيعي من الاداء اللي احنا شفناه ان اتلتيكو يكسب 2-0 على يوفنتوس، وبكده يكون اول هدف لجودين من اكتوبر 2014 ضد مالمو السويدي، ويكون كده اتلتيكو عامل رقم قياسي تاني. مش 13 مباراه في الادوار الاقصائيه في دوري الابطال ما خسرهمش على ارضه، كسب 8 وتعادل في 5. في نفس الوقت ده كان في ماتش تاني شغال، السيتي وشالكا، اللي السيتي وجوارديولا قدروا يقلبوا الطاوله على شالكا بسرعه، وقدروا يستوعبوا المشكله اللي هم خسرانين 2-1 بجونين من شالكا بضربتين جزاء من بن طالب اللي مسجل 14 ركله جزاء، اللي هو شايط 14 ومسجل ال 14 لشالكا في جميع المسابقات، وجويرو اللي مسجل الهدف، ويكون كده دخل عمل رقم قياسي جديد انه مسجل 9 اهداف في 12 مباراه في ضد الفرق الالمانيه، ويكون الفرق الالمانيه هي الضحيه الاولى لجويرو. والسيتي يقدر فعلا يفهم الماتش بسرعه، وحنكه جوارديولا تبان رغم انه مطرود منه واحد ويكسب 3-2. واظن ان كده هيعدي هو شالكا في مباراه الاياب. وفي نهايه الحلقه دي اتمنى ان انا اكون قدرت اوفي كل اللي حصل في دوري الابطال. ما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا اكونتس بتاعتنا، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب. ولو انت بتشوفنا من على اليوتيوب دوس لايك وشير، وانزل تحت شويه كده هتلاقي السبسكرايب وجنبه جرس تنبيهات، دوس عليه عشان يوصل لك كل جديد. كان معكم احمد اسامه، سلام.